الكرياتينين مانيوال هنتعلم مع بعض ازاي نشتغله جوه المعمل سواء عينة دم او عينة بول. حلقة النهاردة حلقة مهمة وهنعرف علاقة الكرياتينين بالعينات اللي بيكون فيها نسبة الصفرة عالية. هنكمل مع بعض شرح كورس العملي، فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. صلى على النبي ويلا بينا نبدأ مع بعض. معكم كابتن أناليسيس. الكرياتينين مانيوال. مريض جاي يعمل تحليل كرياتينين عندك في المعمل، هتتعامل ازاي؟ اول حاجة هتطلع علبة المحاليل بره التلاجة وتطلع البامفلت بتاعتك وتشوف النقط اللي انا هقولك عليها دي بالتفصيل الممل. لما تطلع البامفلت هتلاقي معادلة التفاعل زي ما قدامك بالظبط. تمام. طيب تعالى بقى نمسك البامفلت ونفصصها. الرياجنت اللي عندي لما تفتح العلبة هتلاقي عندك علبتين، واحدة مكتوب عليها R1 ودي البيكريك أسيد، والتانية مكتوب عليها R2 ودي الصوديوم هيدروكسيد. يبقى دي تكوين الرياجنت بتاعتي. تمام. طب الرياجنت بريبريشن ازاي احضر المحلول؟ قالك equal volume 1 to 1 واحد لواحد. يبقى هتاخد 500 مايكرون من R1 على 500 مايكرون من R2. جميل. طيب بعد كده هتبص على reagent stability بعد ما حضرت R1 و R2 مع بعض. يا ترى هيفضل شغال على طول ولا ستيبل لوقت معين؟ قالك هو ستيبل، العلبة نفسها ستيبل لحد الاكسباير بتاعها، وبنعينها في درجة حرارة الغرفة من 15 ل 25. لكن لو حضرت الوركينج سوليوشن، يعني لو حطيت R1 على R2 هتبقى ستيبل معاك 5 ساعات. يعني بعد اذنك حضر عينة بعينة، لان بعد 5 ساعات لو انت محضرهم على بعض مش هتبقى ستيبل. تمام كده. وقالك لازم تكون بعيدة عن الضوء. طيب كده عرفنا الجزء الخاص بالرياجنت. طب السبيسمن العينة بتاعتي هتكون ايه؟ قالك سيرم او بلازما. تمام. وهتستخدم يا اما انتي كواجلانت اديتا يا اما انتي كواجلانت هيبرين. جميل. طيب قالك كمان ممكن تشتغل بول كرياتينين في البول، يبقى العينة بتاعتي هتبقى يورين. بس خلي بالك لما تيجي تشتغل كرياتينين في البول لازم تعمل تخفيف 1 ل 49 والناتج اللي يطلع تضربه في 50. تمام. طيب السبيس من ستابيليتي، ثبات العينة عندي قد ايه؟ قالك هي في درجة حرارة من 15 ل 25 ثابتة لمدة يومين، وفي درجة حرارة من 2 ل 8 ثابتة لمدة 6 أيام، وفي درجة حرارة -20 ثابتة لمدة 6 شهور. دي أول نقطة معانا لازم نعرفها في تحليل الكرياتينين. نكمل مع بعض. هنكمل قراية البامفلت زي ما اتعودنا وهنشوف السيستم باراميتر. أول حاجة السي أو الطريقة اللي أنت شغال بيها هي فيكسد ريت، هتشتغل على ويف لينس 492، التمبريتشر بتاعتك 25. الرياجنت بلانك ليميت زي ما شرحناه قالك اللو من 0.30 للهاي بتاعك 0.9. تمام. طيب وبعد كده هيقولك تاخد الفيرست ريت بتاعتك بعد 30 ثانية والديلي تايم 120. تمام. واللاست ريت تايم 150. والكلام ده شرحناه بالتفصيل في ايه؟ في البامفلت. طب اللينياريتي بتاعتك ايه؟ قالك لو الكرياتينين طالع عندك اعلى من 20 اعمل تخفيف 1 ل 4 بنورمال سلاين والنتيجة اللي تطلع اضربها في 5، وكل ده شرحناه مع بعض. طيب سامبل تو ايجنت ريشيو، ازاي بقى نشتغل جوه المعمل؟ قالك هتحضر انبوبتين، واحدة ستاندرد وواحدة سامبل. هتحط في الانبوبة الاولى 1 ملي من الوركينج سوليوشن اللي هو 500 من R1 على 500 من R2، ودي هتكون انبوبة الستاندرد وتكتب عليها ستاندرد. تمام. وهتاخد 100 مايكرون من الستاندرد وتحطه في الوركينج سوليوشن وتعمل ميكس وتدخله على الجهاز بسرعة ياخد القراية. بعد كده هتدخل على السامبل، هتاخد 1 ملي من الوركينج سوليوشن
وتحط عليهم 100 من السيروم وتعمل ميكس كويس جدا وتدخله على طول. النسبة الطبيعية للكرياتينين بتختلف في الفيميل عن الميل، فهتلاقيها في الستات من 7/10 ل1.3 ملي جرام برديسيليتر، وهتلاقيها في الرجالة من 9/10 ل1.5 ملي جرام برديسيليتر. الفيديو اللي هتشوفوه دوت بيوريك ازاي نشتغل الكرياتينين جوه المعمل بالتفصيل الممل، فركز فيه كويس قوي. آخر نقطة معانا النهاردة شوية حاجات ممكن تأثر على التحليل بتاعي. أول حاجة الإكتوس الصفرة، لو في بالروبين عالي في السيروم، يعني السيروم بتاعي لونه أصفر، البيلروبين ده لو نسبته زادت عن 5 مللي جرام برديسيليتر ده هيعمل لي ديكريز دي سيروم كرياتينين، هيقلل لي نسبة الكرياتينين. يبقى خلي بالك لو لقيت عينة ليها بيلروبين وليها كرياتينين ونسبة البيلروبين أعلى من 5 لازم تشتغل بالطريقة اللي هقولك عليها عشان خاطر النتيجة ما تطلعش قليلة. طب ازاي اتصرف؟ قالك بص، الفكرة كلها ان انا عندي الطريقة بتاعتي كالوريمتريك دايزو ميثود، تمام؟ طيب انا هنا عندي نسبة البيلروبين عالية، التكسير في الحالة دي تمام هيطلع لي اوكسي هيموجلوبين، وده هيعمل لي انهيبيشن للدايزو ستين رياكشن لفكرة التفاعل نفسه، ودي اللي مسؤولة عن اللون اللي انا بقيسه اللي هو اللون الاصفر اللي انت بتشوفه. وبالتالي لما يحصل انهيبيشن عندك النتيجة هتقل. طب اتصرف ازاي؟ عالج المشكلة دي ازاي؟ قالك هتجيب انبوبة وتحط فيها 100 مايكرون من السيروم زائد 500 مايكرون من ال NaOH،
تمام، اللي موجود عندك في علبة التحليل، وتعمل انكيوبيشن لمدة 5 دقايق في درجة حرارة الغرفة أو في الانكيوبيتور. وبعد كده هتضيف 500 مايكرون من البيكريك أسيد، وتيجي عامل ميكس كويس وتقيس على طول. الفكرة هنا بقى أنا عملت إيه؟ قالك إني عملت أكسيديشن للبيلوبين اللي هو الصفرة بمادة قلوية اللي هي ال NaOH، وبالتالي البيلوبين هيتحول عندي لبيليفيريدين، وده مش هيتفاعل مع البيكريك أسيد، وبالتالي النتيجة بتاعتي هتطلع سليمة 100%. تمام. في فيديو هتشوفوه دلوقتي بيورينا ازاي نتعامل مع عينة الكرياتينين لو البيلوبين بتاعي كان نسبته عالية. تاني حاجة ممكن تأثر على التحليل وهي عينة اللايبيميا أو اللايبيميك، وهنا هتسبب لي ارتفاع كاذب للكرياتينين، وفي الحالة دي لازم أعمل دايليوشن عالي، يعني 100 مايكرون من السيروم على 900 من النورمال سلاين، واشتغل التحليل والناتج اللي يطلع عندي أضربه في 10. تمام. دي كانت حلقة النهاردة في الكرياتينين. هسيبكم مع الفيديو اللي بيورينا ازاي نتعامل مع عينة الكرياتينين اللي فيها البيلوبين عالي. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن اناليست.